اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المثلث ده. انت حرة، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله مع انه طفح. شيرين انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجة تانية. يعني لو عندكم مثلا pancakes, peanut butter, cereals. طيب في ايه بيجي هنا delivery؟ انت عايزه دليفري؟ في فطائر المدينه المنوره، حلو. في عبغاني 3 ام، ده بتاع سندوتشات، بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل، بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزة الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العادية، معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول كانوا بيجوا، بس خلاص بقى من ساعة ما الطيارين كل واحد فيهم لما بيدخل الحتة بيثبت، يا اما موتوسيكل بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطعوا رجليهم من هنا ما بقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوة قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزة هنش، انا مش عايزة حاجة. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يا نيني اللي معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجة من اللي معاكي جوه دول، ساعة، نضارة، جزمة، شنطة، تجيبي أكبر من الشقة دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شيرين. بصي حبيبتي، انا حاجتي دي هي اغلى حاجة في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزة اقولك خلي بالك قوي، انا حافظة حاجتي كلها بيس وعارفاهم كويس جدا. يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجة منهم ناقصة، من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، الجولري بتاعتي، اي حاجة، انا هقطم صفارة رقبتك. وعلى فكرة أنا عمري ما هبيعهم، لأن مش هينفع حد يلبسهم بعدي. أنا ممكن أولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب أقول لك حاجة، أنا وصيتي لما أموت الحاجات دي تدفن معايا زي أجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكرة حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان أنا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. أقول لك على حاجة، الشبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهلة. أيوة يا سيف، إزيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو يا سيف، والله معلش أنا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما أقابلك. ايه ده، هو احنا ممكن نتقابل؟ طبعا ينفع نتقابل. دي بص طلعت. ينفع نتقابل، ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا أنت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعة 2 كده. اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين، لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه، لان بابي مسافر. طيب اوكي. هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي. انت بتعمل ايه يا ابن الصرمه انت وهو؟ خش على جوه، خش. لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحدة تانية، وللأسف احنا مش محتاجين دلوقتي أي كاشير. طب مش شرط كاشير، أنا ممكن أعمل أي حاجة، أقطع عيش، أعبي سندوتشات، أخرط بصل، أي حاجة. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا أستاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط، أنا خريجة إعلام، ما مسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحة وفنادق. على العموم شكرا. امسكي. لا ماليش نفس. بس بقى شوشو فكيها بقى. أفك إيه بس؟ ده إحنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانة فاضية. أنا تعبت والله العظيم، مش عارفة أعمل إيه، باينني هاخد الشغلانة بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي أعمل إيه بس يا هاني؟ ما تقلقيش انا هتصرف. هكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه، بس معلش يا ماما، دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، أنا مش عارفة بس أنا بيحصل فيا كل ده ليه؟ الدنيا بتعاملني زي ما كنت ضرتها.
لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي كفايه كآبه، ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكم شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي، والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف، ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندية دي اكلها هديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت كلتها كلها يا معفن. انا يا بنتي مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عايز؟ انت معفن ياض، كنت شيلي نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنقل اجري هات لنا مكانها، جاي تجيب واحده، يلا روح هات. هو اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه يلا. هاتي فضه. معيش. امال اعمل ايه يا ما فضه؟ تفك يا ما معيش، معايا 200 جنيه ما اكيد مش هتلاقي معايا. فكها يلا. ده هتلاقي معايا انا جعانه والله وتعبانه، ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب يلا خلاص ماشي. بقول لك ايه؟ اقعدي اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف ايه من ورا؟ ده لا كيف ده هتفضحنا. استنى يا حاج، يا حاج الله يكرمك يا حاج، ما تجيب سفنديايه. طب اقول لك على حاجه بتشغلني معاك. طب تجيب سفنديايه وتشغلني معاك. بس يا ماما طب بس والله يا ماما. شكلك لطيف. بس يا هات حبيبتي بس يا حبيبتي حبيبتي ايه انت خليتنا نشحت. ايه ده؟ ايه ده والله متشكرين والله يعني. انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي. انت مش فاهم انا مشغوله ازاي، بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. سويسرا؟ ايوه انا اللي بمانج كل حاجته، المكتب، البيت، الشغل، بس بقى بس ايه؟ بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا، طبعا بعمل حاجات هل كتير. تنقلي؟ ها؟ هل تنقلي؟ سو what the hell are you doing؟ ايه القرف اللي انت عاملاه؟ Nelly, I missed you. It's not me, that's hers. Jessie, look how sweet she is. صح؟ طبعا دي نيلي دي اختي وحبيبتي، كان لازم اقف جنبها بزنقتها، بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص. يعني احنا لميناه ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نيلي صحيح كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شويه حاجات كده، قولي لي مواعيد الزياره. جيسي انا عايزه اقول لك حاجه واحده بس. نيلي بالاي مش بالاي. نيلي